السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في هذه الفرصة الثمينة اسمحوا لي أن أعرف نفسي أمامكم جميعا. اسم كامل Tunku Muhammad Rijalul Imami, tunanunani imam jitu min Padang Tiji. Riwayati hafizul kitab wal murajaah. أباني أريد أن أكون علماء تاريخ الميلاد. ولدت في سجلي في التاريخ 11 مارس 2000. أنا من فصل الأول 11. فصل. وفرائض الغسل 3 أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. وسننه 5 أشياء: التسمية والوضوء قبله وإمرار اليد على الجسد والموالح وتقديم اليمنى على اليسرى. طيب، في مسألة السابقة شرح والدنا عن المسألة يجيب الغسل. المقصود من يجيب الغسل الأشياء إذا صار شيء من ذلك. والآن أنا أشرح عن المسألة فروض الغسل. المقصود من فروض الغسل يعني الأشياء الذي لا بد منه عند الغسل الفرائض. وفرائض الغسل 3 أشياء: الأول النية. المقصود من النية الكسر شيء مقترنا بفعله باللفظ نويت رفع الهلاس عن جميع البدن فرضا علي لله تعالى. الثاني إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، يعني إن الغسل كان نجس. النجيس 3 أقسام: النجيس مخففة ونجيس متوسطة ونجيس مغلظة. فإن كان نجيس وجيب إزالة النجاسة. الثالث إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. إن الغسل إيصال الماء وجيب إيصال الماء إلى البشرة. فإن كان لا إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة فلا يصح الغسل. والآن أنا أشرح في المسألة سننه. المقصود من سننه الذي يجيب الغسل يسام وإن تركه لا يعاقبه. وسننه 5 أشياء: الأول أقرأ بسم الله قبل الغسل. الثاني قبل يفعل الغسل يسن قبل يفعل الوضوء. الثالث إن الغسل يسن إمرار اليد على الجسد. الرابع موالح، يعني تقديمه اليمنى على اليسرى وتقديمه الأعضاء على اليسرى. الخامس عند الغسل يسن تقديم اليمنى على اليسرى. شكرا كثيرا على استماعكم جميعا وعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, makaman. Nanti ini dulu yang jauh. Bukan yang dekat dulu, yang jauh dulu. Hafal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marif nafsak qalan. في هذه الفرصة الثمينة اسمحوا لي أن أعرف نفسي أمامكم جميعا. اسم كامل عبد الشكير، تنالونني شكير، جئت من برن حوادي كرة القدم. أملي أريد أن أكون أصدق. تاريخ الميلاد ولدت في برن في التاريخ 11 السنة 26. بسم الله الرحمن الرحيم. وفرائض الغسل 3 أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. وسننه 5 أشياء: التسمية والوضوء قبله وإمرار اليد على الجسد
وتقدم اليمنى على اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في مسألة سابقة قد شرح ولي مسألة يوجب الغسل. الذي يوجب الغسل 6 أشياء، يعني 3 تشترك في الرجال والنساء و3 تختص في النساء. والآن أريد أن أشرح مسألة فرائض الغسل. الفرائض الغسل يعني 3 أشياء. النيات. ما هي النيات؟ النيات قصد شيء مقترن بفعله، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه يعني أنظف نجس في الجسد. وإيصال الماء إلى جميع الشعر. وكان خمسة سنة الغسل، يعني التسمية، يعني أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. أي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. والوضوء قبل الغسل. وإمرار اليد على الجسد. والموالاة. وتقدم اليمنى على اليسرى. شكرا على استماعكم جميعا، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.